في حلة نورانية ثياب بر نقية في أورشليم السمائية ذبيحة حب قوية حياة بر نقية سيرة عطرة حقيقية داود اليوم مسرور قد تم سر المزمور حين قال لابن الصهيون قال يا ابن ربك اختارك وأحبك فاصغي وانتي شعبك حدثنا أيها القديس أنبا أنطونيوس الحاكم عن سيرة العظيم سرت في البرية تطلب بنفس قوية رؤية أب البرية سعدت في الطريق الحر مثل الحارس حتى وصلت بتدقيق سألته بدموع افتح لي باسم يسوع أتيت بعطش وجوع بعد إلحاح كثير وتوسل بالمسيح ظهر وجهه المريح سجد كل واحد للآخر ثم جلس تكلم بعظائم الأمور ملائكة عمانوئيل شهدت منظر جميل فاشترطت بترتيب تحدث العظيم عن السماء والإيمان كيف أتى هذا المكان قل بلسان فصيح اتكلت على المسيح وعلى وعده الصريح رأيت ميتا محمول وأنا بهمومي مشغول فسألت في فضول كيف أربح حياتي وأفرح في مماتي فبدأت في جهادي مكثت في البرية أبحث عن الأبدية وسر البنوية سر حياتي عاجب محفوظ في قلب الحبيب وعمله في غريب وإذا بصوت الغراب يقضي بواجب الترحاب خبز كاملة للأحباب سأل الأنبا أنطونيوس يأتي بثوب أثناسيوس فأطع من أجل إيثوس رجع إلى ديره قارعا على صدره رأيت يوحنا في بره رأيت النبي إيليا بل موسى في البرية لست راهبا بالكلية ورجع أنبا أنطونيوس حاملا ثوب أثناسيوس حمله بأنجيلوس شهد جسد خاضع على رجليه راكع فظنه خاشع رقد بولا بنياح في حضن إبراهيم وارتاح
فصار أول الثواب في رهبة وخشوع رأى الجسد موضوع فارتمى بدموع ظهر أسدين عظيمين واقتربا هادئين وللأرضين بشاي على الوارث الواحد بكنز هذا الشاهد دنيا من اللي في النخيل في نسك وصبر جميل قضى عمره الطويل حتى مضى بالتهليل نفذت الوصية بلا حكمة بشرية سكنت كالروحانية من يترك هذا الزمن أم وأب وإخوان يفرح بيسوع في كل آن تشبهت بالشروبيم في حبك العظيم وقلبك الآمين يا قائم بين الربوات تسبح رب القوات ترتل بالقيثارات هو ذا يسوع المسيح كشفت سرك بمديح وذكرت في التسبيح حقا قال محبك قد ذابوا لما رأوا تركوا الكل وأتوا اطلب من الرب عنا ينزع الكسل منا لنعيش كما يأمرنا تسبيح اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا إله الأنباب أعنا أجمعين أكسيوس أبابلي بشربنا أنا خوريتيس أكسيوس أبابلي أكسيوس أبا